قرقوي قرية صغيرة تقع جنوب مدينة درباسية، حيث ولد فيها الراحل إسماعيل عمر علي، والمعروف أيضا باسم إسماعيل عمو، في العام 1947. أنهى المرحلة الابتدائية في العام 1958 في مدرسة القرية التي افتتحت في العام 1953. انتقل بعد ذلك إلى مدرسة اليرموك في درباسية لينهي المرحلة الإعدادية، ومن ثم الثانوية في العام 1965. درس في جامعة دمشق كلية الآداب قسم الجغرافيا، وتخرج من الجامعة في العام 1969. بحكم علاقات عائلته مع الكثير من الشخصيات الوطنية الكردية، وفي مقدمتهم قدريبك جميل باشا، ترسخت لديه الروح القومية، فانتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردي عام 1963 وهو طالب في الثانوية. وفي العام 1965 عند انشقاق الحزب التزم الراحل بالجناح الذي قاده العم عثمان صبري، وبقي ملتزما بحزبه إلى أن توحد الجناحان في العام 1970 برعاية القائد الخالد ملا مصطفى بارزاني، وأصبح عضوا في الحزب الناشئ، وبقي ملتزما بالحزب الجديد رغم إعلان رفاقه السابقين التراجع عن الوحدة الاندماجية. عمل في صفوف الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا البارتي، وفي المؤتمر الثالث للحزب عام 1980 انتخب عضوا في اللجنة المركزية ومن ثم المكتب السياسي، ولم يساهم في الانشقاق الذي حدث للبارتي عام 1981. استمر عضوا في المكتب السياسي إلى أن حدث الانشقاق في العام 1988، وعقد مع رفاقه المنشقين المؤتمر السابع للبارتي، وتسلم مهام السكرتير في اللجنة المركزية للحزب. ولمعرفة المزيد عن تلك المرحلة تواصلت مع سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا الأستاذ سعود الملا، وسألته عن رأيه بالراحل، فقال: كنت وإسماعيل مع بعضنا البعض حتى عند انشقاق الحزب، وكنت أقول لو ذهبت مع المنشقين لذهبت مع إسماعيل بسبب حبي له وحبه لي، نسبة للعلاقة المتينة بيننا، وكنت أناديه خالو، ولم تنقطع علاقتنا حتى بعد الانشقاق، وتألمت كثيرا لوفاته وبكيت لوفاته، وعندما يتم ذكر اسمه أتأثر كثيرا، وأعلم بأنه كان إنسانا رائعا، وكان يعطي الثقة لرفاقه، وكان مثقفا وواعيا ويفهم السياسة ومحبوبا، ولم أشاهد بأن إسماعيل ذهب لعمل حزبي ولم يحبه رفاقه. هذا ما قاله الأستاذ سعود الملا. وبالعودة إلى سيرة الراحل، فقد تقرر في ذلك المؤتمر القيام بوحدات اندماجية مع الأحزاب القريبة سياسيا، ونتيجة لذلك تقرر اندماج حزب البارتي وحزب العمل الديمقراطي الكردي وقواعد حزب اليسار الكردي في العام 1990. انعقد المؤتمر التوحيدي في أوائل آب، وتسلم الراحل مهام سكرتير اللجنة المركزية للحزب الجديد تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردي الموحد في سوريا. في أواسط شهر نيسان للعام 1993 توحدت أحزاب الاتحاد الشعبي وحزب الشغيلة وحزب الموحد في حزب جديد باسم حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي. تسلم الراحل مهام سكرتير اللجنة المركزية في الحزب إلى أن استحدث منصب الرئيس والسكرتير في المؤتمر الرابع للحزب، وتسلم مهام رئيس الحزب. ولمعرفة علاقة الراحل مع غير رفاقه الحزبيين توجهت إلى الأستاذ فيصل يوسف المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي سوريا، فقال:
اتسم الراحل إسماعيل عمر في علاقاته مع الآخرين بالهدوء وسعة الصدر وتقبل الرأي المخالف حتى وإن جاء حادا، وقد كان داعية لحل الخلافات الكردية ونبذ المهاترات، لذا نجح في كسب ثقة قوى سياسية واجتماعية وثقافية، كما كان يتميز بالترفع عن التخندقات الحزبية الضيقة، ولم يشهد عليه أحد بأنه حاول المساس بشخص أو جهة معينة في مجالسه، بل كان يقضي الكثير من وقته في رأب الخلافات التي تحدث بين الأوساط السياسية. لقد كان الأستاذ إسماعيل عمر صادقا مع قناعاته ورفاقه ومعارفه، فاحترمه الجميع وحاز على مودتهم، حيث كان يستثمر ذلك لخدمتهم، وهذا كان أحد أسرار نجاحه في بناء دائرة واسعة من العلاقات وعلى أكثر من صعيد. هذا كان رأي الأستاذ فيصل يوسف. ولأن نضال الراحل إسماعيل عمر كان لأجل كافة مكونات سوريا، توجهت إلى إحدى الشخصيات من المكون العربي في الجزيرة، وهو شيخ عشيرة حرب العربية السيد محمد حسن العبيد، وسألته عن رأيه في الراحل إسماعيل عمر، فقال: طبعا هي الشهادة أمانة وتاريخ. أنا محمد حسن عبيد الخليل العبود. بالنسبة للأستاذ الراحل المغفور له إسماعيل عمر، كان شخصية وطنية اجتماعية، له حضور بالوسط الاجتماعي عند جميع المكونات، وكان شخصية جامعة. هذا الوصف طبعا من خلال لقائنا به بأكثر من مناسبة أو موضوع صلح أو اجتماعات أخرى، وكان هذا الإنسان على علاقة وطيدة مع الوالد المرحوم الحاج حسن عبيد الخليل، وأنا برفقة والدي دائما، إلى أن تطورت هذه العلاقة إلى أكثر من أخ وصديق. طبعا وفي كل لقاء كنت أحثه على الكلام والنقاش، على أن وجدته إنسان يمتاز بكل القيم الإنسانية، كان إنسان أمين صادق هادئ، يمتلك صفة، طبعا هذه الصفة لم أجدها بالكثير من الساسة أو السياسيين أو القياديين، ألا وهي استمالة المستمع، كيفية استمالة المستمع إلى حديثه الهادئ وكلامه المتسلسل الواقعي. طبعا كان ينبذ العنصرية، إقصاء الآخر أيضا. الحقيقة يعجز الوصف بهذا الإنسان. طبعا هو كان مناضل وسياسي خلوق أيضا، ومخلص لقضيته وقضية شعبه. وهناك معطيات أو أسس للقائد أو من يمتاز بالقيادة، فيحمل صفات عدة، منها الصفة الأولى صدق اللهجة، إداء الأمانة، كتمان السر. فوالله الأستاذ إسماعيل كان يمتلك كل هذه الصفات، لكن مشيئة الله فوق كل اعتبار، فله الرحمة والمغفرة. كما أطلب على من تابع ويتابع مسيرة الراحل إسماعيل عمر بأن يحذو الأستاذ إسماعيل بحكم ما يسجله التاريخ، وبحكم نحن أهل المنطقة عشائر عربية كردية مسيحية، لنا عاداتنا، تقاليدنا، قيمنا.
عبر التاريخ، ومصيرنا مشترك طبعا على هذه الأرض. طبعا لا تفرقنا أي ظروف أو مصاعب أخرى من الأمور التي يعيشها البلد بهذه المحنة. مرة أخرى أقول لك الرحمة يا أبو شيار والمغفرة، ويسكنك الله فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه ورفاق دربه الصبر والسلوان. كان له دور بارز في تأسيس إعلان دمشق الذي ضم معارضين من كافة أطياف الشعب السوري. وبهذا الخصوص تواصلت مع المعارض والكاتب السوري موفق نيربية الذي قال: يطيب لي كثيرا الحديث عن إسماعيل عمار دائما، كأنني بالحديث عنه أعيده حيا. أرى وجهه الأصيل السمح، أرى حزمه ومرونته، أرى حبه لما يحب وكرهه لما يكره. أراه في المبادئ وفي وسائل تحقيقها. أراه كرديا مخلصا لقضيته مناضلا لا يكل من أجلها، وأراه في الوقت نفسه سوريا لا يخفى عنه ما هو كنه المسألة السورية وخلاصة مستقبلها وطريقة الوصول لهذا المستقبل. لا يرى إلا ما يجمع بين حزبه وحركته في الحيز الكردي وتلك التي في الحيز السوري فالإنساني. تعرفت إلى إسماعيل في ربيع دمشق، ولكني عشت معه عن قرب خصوصا في إطار إعلان دمشق منذ مطلع عام 2007 هذا خصوصا. وقتها في اللقاءات الدؤوبة التي دامت لشهور تحضيرا لعقد المجلس الوطني للإعلان الذي انعقد بالفعل في مطلع كانون الثاني من ذلك العام. في تلك الفترة الأشهر تعرفت بعمق إليه، واكتسبت منه الكثير في القضية الكردية وتلك السورية، في الممارسة السياسية وتلك الإنسانية، في الاستراتيجية والتكتيك. لا أنسى أبدا قدراته المتميزة على تجاوز ما هو ثانوي لتأمين ما هو أساسي، وعلى تقديم التنازلات وعرض التسويات فيما لا يمس المبادئ والالتزامات في جوهرها من دون الشكل. كان هذا ينعكس في مناقشة بيان، في مناقشة فكرة، في مناقشة مسودة وثيقة. حتى في اللغة لم يكن إخلاصه وحبه للغة العربية يقل عن إخلاصه وحبه للغة القومية الكردية، وهو الذي درس ونجح في كلية الآداب في دمشق. عند كتابة العربية كان مدافعا عن قواعدها لا يتنازل لأي شيء، وكان فصيحا بليغا سلس الحديث والكتابة والتعبير، الأمر الذي دفعني للطلب منه أن يعلمني اللغة الكردية لأفهم شعرها وأغانيها وتاريخها وحياتها بشكل أفضل. رحل من دون أن نستطيع تحقيق ما اتفقنا عليه. ما أتمناه كثيرا أن تحل روح إسماعيل عمر في المناضلين من خلال جمعه للقوم والوطن برباط لا ينفصم للنضال من أجل الحقوق القومية الكردية، ومن أجل الانتهاء من الاستبداد بكل أنواعه، من أجل بناء سوريا جديدة حديثة ديمقراطية لكل أبنائها، تعطيهم الحق بالمواطنة المتساوية، وتعطي مكوناتهم حقوقهم المضمونة دستوريا وحسب الشرائع الدولية ذات الصلة. سلاما أبو شيار، سلاما أيها القائد. عمل بإخلاص من أجل توحيد الحركة الكردية في سوريا، وذلك بعقد مؤتمر وطني كردي سوري ينبثق عنه مرجعية سياسية كردية تتحدث باسم الكرد، وكان له الدور البارز في إعلان التحالف الديمقراطي الكردي بين الأحزاب الثلاثة، البارتي واليسار والاتحاد الشعبي، كما كان له دور مميز في المجلس العام للتحالف،
وهذا ما أكده الأستاذ حبيب إبراهيم مسؤول منظمة أوروبا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا يكيتي بالقول: اسماعيل عمر باغي شيار كسايتي سياسي كرد پرور جواکی بوم و ولات وربو د دانستندنی خونی سیاسی ده و هر وها د جیانا خونی روزانه ده جی دهات ناسکرین به شیوه وینی نرم و بینفره به دانستندنا هر پروگرامه کی ده چه ده جیانا نورمال ده چه ده جیانا وینی سیاسی ده بین لو ما جی افخاصیت هانی پی باش دهات ناسکرین ده گنگشک کرینا هر مجارکی ده و ده شروع کرینا هلوستا خود یا سیاسی سبارت هر پریسگریکی که ده به رنگ کی ساده و بی کمپلکس نرینا خواهد داخوانی کرن و اشکر دکر جهل کدن بجی خاصیتا بهیستن و گهداری کرنی باش لجم هبون و جگرتی بون لو ما جبو ببو جهه لهف کرنی براستی و لهفاتنی لجم گلک آلین سیاسی جی و لجم جلبین جواکی جی چه ده نبرا بشه روشنبیره ده و چیجی ده ناب تبگره سیاسی ده به چه کردی به برنگ کی جرنگه حتی ده وارن عربی ده جی باش جیگرتی بو و شخصیت کی ناسکری بو باش دهات خانی کرن ده رولیوی یا ارینی ده رنگی دانستندن و ریبریاوی جه هفبندیا کردیره و شوی کمکرنا کسایتین جواکی و روشنبیری لدور و هفبندیه. أثناء دراسة الراحل إسماعيل عمر الجامعية عمل مدرسا مكلفا لمدة قصيرة في إعدادية غرناطة للبنات في الحسكة، وبعدها أصبح معلما وكيلا في مدرسة بيرك. درس في إعدادية زكي الأرسوزي في قامشلو إلى أن تخرج والتحق بالخدمة الإلزامية، وأثناء خدمته الإلزامية تقدم لمسابقة انتقاء المدرسين وتم قبوله في المسابقة. وبعد أداء الخدمة الإلزامية في العام 1974 تعين مدرسا أصيلا لمادة الجغرافيا في مدارس قامشلو، حيث استمر في التدريس إلى العام 1990، وتقدم باستقالته من التدريس بعد المؤتمر التوحيدي للحزب الديمقراطي الكردي الموحد. تزوج في بداية العام 1976 وله من الأولاد 3 صبيان وصبية واحدة. كانت علاقته بعائلته وأقربائه وطيدة جدا، ولمعرفة طبيعة تلك العلاقة حدثنا شقيقه صالح بما يلي. باب الشهر قام جلو دهات دربيسيه ريا خو بابانا ري خود خست دهات ريا خويا خود خست دهات گند دهات ناب گند دهات جمالا ما شو جمالا أوسد شو جمالا محمود شو مالا حجيج خويا بري خو القشاد قريب گند آباني وي زاري آبي وي تدمال القشاد بعد من بيت قريب دشو گندي دن جم خويا جم آبي ما عبد الرحمن جم حج أحمد جم جويدة دهات بيز ما دي سابت قريب جنبه شو دركي باتا وقت بيج قام جلوج سريك عني باتا يا بيج حسكي باتا يا
دات الرياخد ما دخست إلا والرياخد ما خسايا دات يا شف درد ما جانا بشف درد كد شوقو كريم ماهي جانا منا دشار جانا تقول كريم ماهي المهم دشو دي صد دي ساجي قال لك باش بو مرة قال لك باش بو ولأن الربيع لا يدوم وعمر الورود قصير، فقد توقف قلب الراحل إسماعيل عمر عن الخفقان في منزله في قامشلو في 18 من الشهر العاشر عام 2010، وترك أثرا وغصة في قلوب كل من عرفه، ونقل جثمانه بموكب مهيب إلى مسقط رأسه في قرية قرقوي. أنا حمادة بإنجاز بشوفين صوتوا في بعض في أنا بيرع وصار صاروا خلاده نبر بيدوزة تريدات بنت وراوانة بكن هذا كلها وين ثلاث جورين تروكين من قربانين تيجارك تريداتها فراميتم مع النادودي بناظرها